أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنلقي نظرة على تقارير صحفية تحديدا من بريطانيا زي ليفربول إيكو ومصادر تانية زي أخبار 24. الموضوع اللي شاغل الناس هو عودة اسم مهاجم ليفربول الأوروغواياني داروين نونيز. اسمه بيتردد تاني وبقوة في نادي الهلال السعودي. الكلام دلوقتي عن مفاوضات بيقولوا إنها جادة، والأهم هو السرعة، يعني الإدارة عايزة تخلص الموضوع بسرعة. الهدف طبعا ان اللاعب يلحق تحضيرات الفريق لكأس العالم للأندية 2025 في أمريكا اللي هتبدأ نص يونيو. خلينا نشوف تفاصيل الخبر ده وتأثيراته. فكرة المفاوضات الجادة دي وكمان عامل السرعة ده شيء ملفت. هل الموضوع كله عشان بطولة كأس العالم للأندية ولا في أسباب تانية للاهتمام ده بنونس بالذات؟ شوفي، عامل الوقت ده أكيد محوري، يعني عشان كأس العالم للأندية. البطولة دي واجهة عالمية مهمة للهلال وللكرة السعودية كلها. بس الموضوع أكبر من مجرد اللحاق بالبطولة. دي جزء من خطة شاملة لإدارة النادي برئاسة فهد بن نافل. الهدف مش بس البطولة دي، لا، ده بناء فريق قوي للموسم الجديد كله، يعني منافسات محلية قارية. فضم لاعب زي نونز جاي من الدوري الإنجليزي دي تعتبر خطوة استراتيجية ورسالة واضحة كمان. طيب، وش معنى نونز بالذات؟ يعني ايه اللي يخليه خيار جذاب للهلال دلوقتي، خصوصا وعندهم مهاجم قوي زي ميتروفيتش؟ نونز لاعب مختلف شوية، سريع، قوي بدنيا، بيعرف يلعب في المساحات، فده ممكن يضيف بعد جديد لهجوم الهلال. صحيح متروفيتش هداف خطير جوه المنطقة، بس وجود نونز ممكن يدي للمدرب يعني خيارات تكتيكية زيادة. ممكن يلعب بمهاجمين، ممكن يدي سرعة أكبر للفريق في الهجمة المرتدة. وبعدين استقطاب اسم زي ده من البريمير ليج بيعزز صورة النادي عالميا. الموقع دي مثيرة للاهتمام فعلا، والخطة الشاملة اللي ذكرتها شكلها مش واقفة عند نونيز بس. نفس المصادر دي بتتكلم عن أسماء تانية كبيرة الهلال بيفكر فيها، زي البرتغالي برونو فرنانديز من مانشستر يونايتد وفيكتور أوسيمين النيجيري من نابولي. إزاي تشوف قائمة الأسماء دي؟ هل دي مجرد أحلام صحافة ولا في استراتيجية حقيقية وراها؟ لا، الأسماء دي بتوريكي حجم الطموح، طموحالي جدا. لما تستهدفي لاعبين بالحجم ده، قادة في فرقهم، نجوم في دوريات كبيرة، ده بيأكد إن الهلال مش داخل كأس العالم للأندية للمشاركة بس، لا، ده داخل ينافس بقوة. الفكرة هنا تتجاوز مجرد تدعيم صفوف، ده بناء فريق مرصع بالنجوم يقدر يواجه أي فريق في العالم. طبعا التحدي الحقيقي هو تحويل الاهتمام ده لصفقات فعلية. التكاليف المادية ضخمة والمنافسة على اللاعبين دول كبيرة. وفي نفس الوقت اللي بنشوف فيه استهداف الأسماء الكبيرة دي، في تحركات جوه النادي عشان الاستقرار، زي تجديد عقد سالم الدوسري مؤخرا والكلام عن جاهزية المصابين. إزاي دول بيكملوا بعض؟ بالظبط، التكامل ده أساسي جدا. ما ينفعش تبني فريق قوي بالاعتماد بس على اللي جايين من بره. لازم تحافظي على الأعمدة الأساسية للفريق زي سالم الدوسري، وتأمني الاستقرار الفني والإداري. دي القاعدة اللي بتبني عليها الطموحات دي كلها. فتجديد عقد الدوسري وهو رمز للنادي وللكرة السعودية، دي رسالة قوية للاعبين والجماهير إن المشروع مستمر وقوي. فالاستقرار الداخلي مع التعزيزات الخارجية دول عاملين زي جناحي طموح للهلال في المرحلة الجاية. يبقى المشهد كده إن الهلال بيتحرك بشكل استراتيجي على كذا محور عشان يستعد لمرحلة جديدة، وكأس العالم للأندية واضح إنها هدف رئيسي، ونونيز واحد من الأهداف المهمة ضمن قائمة أكبر كمان ممكن نشوف فيها نجوم تانيين. تماما، اللي بنشوفه ده تخطيط مدروس للمستقبل القريب والبعيد. الاهتمام بنونز وفرنانديز وأوسيمين، وفي نفس الوقت الحفاظ على الدوسري وباقي النجوم، ده بيرسم صورة فريق عايز يسيطر محليا وقاريا ويسيب بصمة قوية في العالم. وهنا يفضل السؤال الأهم للمستقبل، اللي هو أكبر من مجرد نتائج الهلال في البطولة الجاية دي. السؤال هو إزاي الاستقطاب المستمر ده للنجوم بالحجم ده، مش بس في الهلال لكن في الدوري السعودي كله، إزاي هيأثر على توازن القوى في المنافسة، وإزاي هيغير شكل وصورة الكرة السعودية عالميا. دي نقطة مهمة جدا للمتابعة والتفكير فيها السنين الجاية.